يعتبر قطاع الدواجن بلا شك من أكثر القطاعات طلباً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ففي ظل الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء المتداولة في الأسواق والتي يعتمد جزء كبير منها على الاستيراد، يصبح الدجاج الخيار المفضل لدى العائلات الجزائرية رغم احتمالية تعرض أسعاره لمضاربة كبيرة كما جرت العادة في الجزائر، حيث تأخذ الأسعار منحا تصاعديا غير مبرر. لكن ما هو واقع هذا القطاع؟ كيف يتم تنظيمه؟ وما هي مكوناته المختلفة؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى المضاربة في أسعاره؟ وما هي الإجراءات لا سيما الصحية منها التي تتخذها وزارة الفلاحة والتجارة لتنظيم تسويقه، خصوصا مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان؟ بحثا عن إجابات لهذه الأسئلة قمنا بإعداد هذا الروبورتاج، لكن عملية جمع المعلومات حول هذا القطاع لم تكن سهلة أبدا نظرا للتكتم الشديد الذي يحيط به. كانت محطتنا الأولى في مزرعة لتفريخ الكتاكيت الواقعة في قرية ولاد بوسعادة ضمن بلدية ولاد عيسى دائرة الناصرة ولاية بومرداس. هناك التقينا بالسيد عبد الكريم بن محي الدين مالك موقع إنتاج الكتاكيت، وهو أحد الفاعلين في هذا القطاع. قدم لنا لمحة عن نشاطه مسلطا الضوء على العقبات القانونية التي يواجهها. نحن في هذا العنبر يحتوي على 4000 دجاجة في عمر 28 أسبوع في طور الإنتاج. نملك 80% نسبة الولادة. شحال تمد لك الولاد الدجاج بور لي بوزا؟ شحال من حبة تاع ولاد الدجاج تنتج هذا الدجاج؟ راهي تمد لنا حوالي 3200 حتى 3300 بيضة في اليوم في عمر 28 أسبوع. وهذا الدجاج هذوما اسكو يقعدوا دائما ولا اسكو تبدلهم من بعد؟ هذا عندهم وقت اللي نقولوا له احنا البيك، يتراوح حوالي 12 أسبوع، تقعد في حوالي هذا الكمية 80%، بعدها تبدأ في الانخفاض. هذه تقدر تقعد حتى 62 سمانة، 62 أسبوع. ومن بعد 62 أسبوع وين يروحوا هذا الدجاج؟ بعد 2 أسبوع تروح للاباطاج، البطوار. لاباطوار بور اتر كوميرسياليزي كوم بولي تشير. جو سي با. سواء يخدموا بها الكاشير ولا يبيعوها دجاج. وي. الو سي عبد الكريم، انت هو المعلم تاع المؤسسه. شحال عندك مساحه هنايا؟ عندنا 77 ار. وهل يعني راك تخدم في اطار قانوني؟ اسكو كاين مشاكل اللي راك تعاني فيهم؟ المشكل اللي رانا نعانوا منه هو شهاده استغلال اللي وضعنا الدوسي تاعها، ومازال عندنا مشكل. قال لك لازم تسويه، درنا التسويه كان 08، حطينا الدوسي، حطينا كي تاع تسويه كي تاع شهاده استغلال باش نتحصلوا على الاعتماد الصحي. راهو الدوسي يمشي، هالساعه مازال ما عندنا والو. شحال عندك ملي حطيتو؟ حطيناه ديسمبر، هذا ديسمبر اللي حطيناه، باسكو ديسمبر هذا اللي قبلوا لنا نحطوا الكنز 08 بلا ديفو تاع كاس 08 اللي حطينا الدوسي تاع شهاده استغلال. رانا نستناو مجازوا واحد 4 تاع لي سيرفيس ولا 5، عطاونا لي زافي فافورابل، ومازال كاين 16 سيرفيس يفوت. الو سي البلان فينونسي، يعني في باب الاموال شحال صرفت عليها؟ ما عنديش يعني صرفت بزاف ما تقدرش تحسب يعني. صرفت بزاف ومازال نزيد نصرف. ان شاء الله ربي يقدرنا. امين. التسويق نهضر على 6 أشهر الماضية كانت في حالة ممتازة. كانت الكتكوت يتراوح حوالي 160 دينار جزائري، وكان غالي. احنا ما حبيناش غالي، يلاه غالب كان غالي. احنا نحبوا الامور تكون متوسطه، ما هي 6 شهور غاليه. في الوقت الحالي راه 50-60 دينار، وراه مرشح باش ينخفض في رمضان وبعد رمضان.
احنا ما كناش حابين زعما يكون ديما مستقر بين 7 ل 10، ما يزيدش فوق 10. يلا غالب هذا هو التسويق تاعنا. يطلع 160 دينار يريح 6 أشهر، ومن بعد يجوز 6 أشهر تاع 5 دنانير. واش من الحاجه اللي تردهم اللي طلعوا تحبطوا؟ الحاجة اللي تحبطوا هي كي يكون هكذا غالي الناس تربي، تتجه كلها للتربية ويتعمروا كامل الكراجات، ومن بعد يولي عندنا فائض. كي يصرى الفائض الناس كامل تريفورمي السلعة، ومن بعد مدة وكي يطول كتكوت يترمى ويكون في سعر متدني يريفورمي كامل، في مدة 4 أشهر 5 أشهر أخرى يعاود ندخلوا في أزمة. ايوا دوك باش يفهموا المشاهدين، كي تقول كاين فائض، هذاك الفائض واش ديروا به؟ يعني تقتلوه ولا واش ديروا له؟ يتباع بالديون، دي فوا نمدوه باطل الفلاحين، دي فوا نتحتموا نعمروا حنايا كل خطره كيفاه باش الفلاح يربي الدجاج ويردوا الدجاج. دي فوا البيض في لاماشين منو ما ندخلوش نبيعوه كونسوماسيون كل خطره كيفاه. ربي يكون في العون ان شاء الله يا رب. وفقا لمعظم المهنيين فإن حوالي 80% من الفاعلين في هذا القطاع بجميع شرائحه ينشطون في السوق الموازية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للخزينة العمومية. ويستمر هذا التهرب الضريبي واسع النطاق بسبب النقص في آليات الرقابة الفعالة. وعلى الرغم من أن السلطات اتخذت في الماضي إجراءات رقابية صارمة، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تتفاقم وتزدهر في القطاع غير الرسمي. وللوقوف على الوضع الحقيقي لهذا النشاط والأسباب الكامنة وراء تذبذب الأسعار الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتكاليف الأعلاف، تواصلنا عبر الهاتف مع رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لقطاع الدواجن السيد قالي مومن، الذي أشار إلى المذكرة الأخيرة رقم 003 الصادرة في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى تنظيم السوق من خلال تعزيز مفهوم التربية العائلية. شعب الدواجن في الجزائر تمر بمراحل كبيرة وعويصة في نفس الوقت، وهذا راجع إلى عدة عوامل نذكر منها الناشطين في هذه الشعبة ومعظم من سوق الموازيات إلى فورمال. تخضع شعب الدواجن إلى حوالي 70% من النشطاء الغير مصرح بهم، بور نبادير لا فورمال، بور نبادير غير شرعيين، نقولوا غير مصرح بهم. هذه من جانب ثاني شعب الدواجن في الجزائر تعرف تذبذبات خاصة في أسعار المواد الاشتراكية اللي يشتركها المواطن الجزائري. التذبذبات هذه تعود في مجملها الى الارتفاع الجنوني في الاسعار عند الطلب عند المستهلك في الاسواق، وهذا راجع بالدرجه الاولى الى ارتفاع اسعار المواد الاوليه في الاسواق العالميه. كيف نقول ارتفاع الاسعار؟ ارتفاع اسعار المواد الاوليه في الاسواق العالميه لان الاعلاف اللي يستعملوها تربيه الدواجن 80% منها تاتي من السوق الاجنبيه، من السوق الخارجيه، وبما انها تخضع الى بورصه عالميه ما عندناش القدره باش نتصرف باش نتحكم فيها، وعليه تاثر تاثير مباشر على سعر الاعلاف، وبالتالي سعر الاعلاف ياثر تاثير مباشر على سعر المواد النهائيه اللي هي اللحوم البيضاء. هذا من جانب. من جانب ثاني عندنا كتكوت اللي يقتنيه المربي. الكتكوت هذا هو السعر نتاعو ما يتعدى يبقى بين 65 الى 85 دينار جزائري. تدخل الوزاره وتدخل كل المتعاملين في هذه المهنه توافقنا باللي الديوان الوطني للتغذيه العام يدخل كعنصر فعال، كعنصر ضبط، كان ليليمون، كان اكتور دو ريغولاسيون، وشفنا معاه باش هو يسوق للمربين كتكوت اليوم 120 دينار. علاه 120 دينار؟ كي يشوفوا الكتكوت في السوق برا يعمل 140 160 180، وفي عنده شهرين مضت كان يدير 200 و 220 دينار جزائري. اتفق المهنيون، اتفق المسؤولون على تحديد سعر الكتكوت 120 دينار. اليوم المربي كي ما يلقاش كتكوت تاع 85 و تاع 120 دينار نحكم عليه يروح يقتنيه ب 180 حتى 200 دينار جزائري. بس الى ذلك غلاء الجنون تاع الاعلاف، هذا ما اثر سلبا على
اللحوم البيضاء عند المستهلك اليوم. لأن سؤال تقول لي كم يتراوح تكلفات تاع الكيلوغرام تاع اللحوم البيضاء. انا نقول لك بلي اللحوم البيضاء يسوقها المربي ب 280 دينار جزائري للكيلوغرام، 120 دجاج حي يبيعوا للمذبح، يزيدوا له التكاليف تاع المذبح وتاع الجزار وتاع النقل، يزيدوا له 100 دينار 280 هي 380 دينار جزائري. يسمى اللحوم البيضاء كي يسوقوها ب 400 و 420 و 450 دينار جزائري هي اسعار معقوله جدا. لكن المستهلك الجزائري تعود يقتني اللحوم تارة ب 280 تارة ب 300، ولا يبغى يقتني اللحوم البيضاء في تسعيره تاع 300 350. لكن هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ سبق وان ذكرت باللي الاسعار تاع اللحوم البيضاء تخضع الى نقطتين اساسيتين: الاعلاف وسعر الكتكوت. هذا هما اليوم كاين المستهلك يفهم باللي سعر الاعلاف باللي ما نحكموش فيه، وسعر الكتكوت يخضع الى مضاربه والى ارتفاع في الاسعار كل مره كيفاش. يفهم باللي دجاج اللحم يقدر يستهلكه ويقدر يشريه ب 400 الى 450 دينار، شيء معقول. هذا ميزان ثاني كينولي ولا الاساس تاع الشعبه. الاساس تاع الشعبه هذا سيدي المحترم هي تبغى عمليه الضبط هذه وش هي لا ريغيلاسيون دو لا فيلير افيكول اون ضبط الشعبه في المنبع. واش نجموا نقولوا بضبط الشعبه في المنبع هو عندك باللي احنا نحتاجوا 6 ملايين الى 7 ملايين كتكوت روبرو في السنه. هذا اللي يستهلكوه، اللي يربيوه، اللي يقوموا به المربين باش يعطينا بيض تبقيس، وبيض التبقيس يعطينا كتكوت. اليوم قبل ما نستوردوا 7 ملايين ولا 6 ملايين و500 تاع كتكوت روبرو لازم نشوفوا واش عندنا. السوق الوطنيه عندنا مستمرين اثنين، واحد في تلمسان وواحد في الجلفه، هذو بيناتهم ينتجوا لنا الملايين لازم نص كتكوت واحد. لازم حنا نستوردوا الفرق اللي هو 4 ملايين الى 4 ملايين و500 تاع كتكوت روبرو. ما نروحش انا نستورد 5 ملايين و6 ملايين و7 ملايين و8 ملايين حتى نغرق السوق بالكتكوت، ترخص الاسعار يخسر المربي، والله العكس نروح نستورد اقل من الفارق اللي هو 4 ملايين نستورد 3 ملايين، يولي نقص في السوق ترتفع الاسعار. وعليه نسميو العمليه دي عمليه الضبط. لازم المعنيين بهذا القطاع واللي متكلفين بعمليه الاستيراد تاع الكتكوت الروبرو لازم يستوردوا الكتكوت حسب متطلبات السوق. واش مانع؟ ما يمنعش هذا كي نستوردوا 5 ولا 10% زياده، تحسوا بالنفوق، تحسوا بالامراض، تحسوا لكن الاجدر في القضيه هو نستوردوا الكتكوت الروبرو حسب متطلبات السوق، نقصوا الفرق اللي هو الانتاج الوطني، نستوردوا الفرق باش يكون عمليه الضبط مستقره. اليوم عمليه الضبط ماهيش مكتمله هي تبع الكلمه، وعليه كان تذبذب في الاسعار. هذا ميزان ثاني. نروحوا هضرنا على نروحوا المصب هو لا ريغيلاسيون اون افال. لازم تكون عندنا مذابح عشريه، لازم تكون عندنا مراكز تخزين، يكون عندنا فايض في الانتاج تخزنوه، عندنا فايض في الانتاج نديرو في البالات. روحوا المربين باش ما يخليهمش يخسروا كي تحت الاسعار، يروح هو يدخل مجمع الوناب ويتكفل بالزيت تاع المنتوج، يتكفل به، يخلص المربين يعطيهم التكلفه تاعهم باش ما يخسروش، هو يتكلف بالمخزون، هو يسوقوا في عند مومون دي كريز، ولا يسوقوا الى المؤسسات العموميه والخاصه اللي راهو يتعامل معهم. كان الوصول إلى أحد المسالخ بمثابة تحدي حقيقي، حيث رفض معظم أصحاب المسالخ الإدلاء بأي تصريحات أو تهربوا بطرق غير مباشرة، ما جعل من المستحيل جمع آرائهم حول القطاع أو تصوير منشآتهم. إن الاستخدام العشوائي للأدوية والمكملات الغذائية والمواد الأخرى من قبل مربي الدواجن الناشطين في السوق الموازية يثير تساؤلات جدية حول جودة وسلامة الدجاج المعروض في الأسواق. فالتجار بدورهم يتزودون بهذه المنتجات بطريقة غير منظمة، أي دون فواتير، وفي ظل غياب مثل هذه الوثائق وعدم توفر مختبرات كافية تضمن إمكانية تتبع مصدرها لفحص مدى سلامة الدجاج المتداول، تظل احتمالية احتوائه على بقايا كيميائية شديدة الخطورة ومسرطنة قائمة جدا.
رئيس جمعية حماية المستهلك الأمل منور حسن يؤكد الخطر الحقيقي لتسويق الدواجن في السوق الموازية، وأنه يشكل تهديدا كبيرا للمستهلكين. احنا عندنا في الجزائر للاسف الشديد رانا ناكلوا بزاف الدجاج، اللحم تاع الدجاج اللي رجع يعني في كل مكان. يعني احنا بكري كان الدجاج مخصص في بعض المناطق، ولكن دوكا اليوم نمشيو حتى المناطق الصحراويه، يعني في إليزي في عين قزام نلقاو الدجاج كامل ياكلوا الدجاج، لانه الدجاج يقول لك بك رخيص وسهل ويبنن. ولكن للاسف الشديد احنا يعني كجمعيه حمايه المستهلك رانا درنا يعني تنبيه للسلطات المعنيه وخاصه للمستهلكين، وين قلنا بليك هذا الاستهلاك المفرط، يعني زياده في الاستهلاك تاع الدجاج، هذا اللحم تاع الدجاج ولا العداند ولا راهو فيه مخاطر، فيه دي دونجي. لماذا كان الدونجي؟ اولا هو ما بقاش هذاك اللحم الاحمر، سي با رجع سي دي فيوند بلونش، الوغ بكري سي دي فيوند روج، ارزون ايتي ترانسفورمي، تبدلوا بالمواد الكيميائيه، بهذا الغذاء الكيميائي، هذا الغذاء اللي فيه يعني مواد بيطريه، يعني دي برودوي فيتيرينير اللي رجعوه مع الوقت، رجعوه يعني ان برودوي اندستريال، سي اون فيوند كي براتيكمون اندستريال، يعني نحكموا فلوس ومن بعد نترانسفورميوه بالمواد الكيميائيه حتى يولي دجاجه وفيه لحم ابيض، وفي كثير من الاحيان يعني في كثير من الاحيان فيه مخاطر. وعلاش مخاطر؟ اولا لانه هذه الشعبة هذه راهي فيها أكثر من 80% منها راهي عن طريق غير شرعي، يعني سي دو باراليل، سي دو لانفورمال، يعني هذا راهو بدون أي تحكم، يعني ماهوش محكوم فيه ولا الرقابة ولا الدولة، ما كاينش فيه اللي يسيطر من غير هما لي بارون، نسميهم انا لي بارون لانهم منظمين، دايرين نظام، منظمين على رواحهم، يدافعوا على حقوقهم، هما اللي يديروا السومه كما يبغيو، هما اللي يديروا لا كاليتي كما يبغيو، يبيعوا الدجاج في العمر كما يبغيو، بالوزن كما يبغيو، وين يبغيو، ودايرين كما يحبوا. اذا ولاو دي بارون وين مصالح الرقابه تاعنا ما توصل لهمش. احنا في كل مره كجمعيه الامان نقولوا يعني كيفاش اليوم نقدروا نخليو الناس يبني كوري، نسموه كوري تاع الدجاج في الجبل، في الواد، في الصحراء، ويربي الدجاج ويجيب لها الماكله ويذبحها ويخرجها وتروح تتباع ونجو ناكلوها بدون ما تفوت على يعني كما يقولوا لو سيركوي دي كونترول، يعني هذاك الرقابه. وبما انه ناكلوا فيها بزاف، بما انه فيها مخاطر وفيها مواد كيميائيه، صبحت خطر على الصحه العموميه. ما رناش مرض هكذا برك، ما عندناش لي كونسير بزاف. هذا العام هذا وصلنا ل 51,000 حاله جديده في كل عام، داخلين ايضا للسبه تاعهم من غير لي بيستيسيد ولي زونغري شيميك والسكر والملح ولي برودوي شيميك في الاندستري اغرو اليمونتير، زادوا تنيك الدجاج هذا فيه دي برودوي شيميك. هذا الشيء اللي راه خلانا ولينا مرض بزاف. اذا احنا كجمعيه ما قعدناش غير في لي كونستا، احنا درنا اقترحنا حلول، ودرنا حتى يعني يومين دراسيين مع خبراء وين اون في لو كونستا، اون في ان بيلون كونسوميريست. قلنا الجزائريين راهم ياكلوا بزاف الدجاج، لازمنا نشوفوا لماذا. لقينا لانه ما عرفناش كيفاش نستغلوا في الجزائر كل الثروات الحيوانيه. احنا عندنا ان بوتنسيال كبير فيما يخص الجمل، فيما يخص الماعز، عندنا بوتنسيال تاع القنين اللي تخلينا اللي ما نربيوهش، وعندنا ايضا البقري والغلمي ايفيدامون، ولكن رحنا كمل الدجاج. اذا حنا قلنا لازمنا نعاودوا نرجعوا لهذا الاستهلاك العقلاني نتاع بور ديفيرسيفي، نديروا تنوع في استهلاك اللحوم باش نقصوا من هذه المخاطر نتاع الدجاج، لانه غير عادي انه ولينا ناكل الدجاج بهذه الطريقه هذه. ودرنا ثاني اقتراحات، هو انه كيفاه نتحكموا في هذا الميدان هذايا. معناتها اليوم الدجاجه اللي تتباع عند الجواج، اللي تتباع عند البوشي، نديروا لها تراسابيليتي. الدجاجه اللي ما عندهاش تراسابيليتي ممنوع تتباع، ممنوع تتباع، ماهوش لازم نديروا لها بكسيلوفان كما في بعض المناطق ونديروا التيكي وخلاص. ولكن التراسابيليتي لازم يكون ثاني لي فاكتور. ابسوليمون التراسابيليتي تبدا دابا افيك ان ايتيكتاج وفيه لي رونسينيومون ومن بعد لي فاكتور، لي ديفيرونت فاكتور. هاد لا تراسابيليتي ماهوش راح تسمح لنا غير باش نميتريزيو لا سونتي ولا لو كوتي سيكوريتير دو لا سونتي، سي اوسي لو كوتي ايكونوميك. يعني كيف اليوم انا مواطن جزائري، جمعيه جزائريه، نخمم على الاقتصاد الوطني، لانه بالاقتصاد اللي ننميو جوده الحياه، ننميو صحتنا. ولكن اليوم 80% تاع لو ريزو ولا اكثر، انا نقول 80 لانه ما حبيتش نقول اكثر من 90 ولا قريب 100% يمشيو في الانفورمال. يعني الخزينه العموميه ما تديش سنتيم من هذه التجاره هذه، راهي كثيره وكبيره. وعندنا ايضا مشكل اخر، هو انه
هذه السلطات المعنيه وخاصه منها وزاره التجاره مع وزاره الفلاحه اللي الى يومنا هذا ما قدرناش نديروا ضبط هذا السوق. ضبط السوق هذا واش معناتها؟ معناتها نديروا انتاج نتاع الكميه اللي يحتاجها المستهلك الجزائري. كان في شهر جونفي، في شهر مارس، في رمضان، في الصيف. اليوم عندنا خبراء، هاد الوزارات عندهم اطارات اللي شحال من سنه بالخبره بالاكسبيريونس، وعندهم معاهد اللي يقولوا لهم اليوم الجزائريين افيك دي زيتود افيك دي سونداج الجزائريين شحال يحتاج ياكل الدجاج، وننظموا نديروا دي بوند كوموند اون كيلكو سورت لهاد المنتجين باش ينتجوا لنا الكميات اللي نحتاجوها في الصيف اللي نحتاجوها في رمضان. ومن بعد ولكن عندنا ثغرات وعندنا مشاكل، لازمنا نشجعوا هاد المنتجين بكل الوسائل اللي عندها الدوله باش ننظموهم بور لي زونكادري باش يديروا هذا الانتاج. حنا اليوم اوني ديفايون في هذا السيستم بما انه رانا في كل رمضان او لحقنا سيدنا رمضان وين اوبليجي نحن نامبورتيو اونكور دو لا فولاي. يعني هذا سي دينوت كيك شوز. هذه ولا باش نديروا بها علامه، نديروا علامه تاع الاخفاق تاع نشاك. اليوم ولا لحقنا باش نامبورتيو الدجاج صافي كنا فايي à la mission de la régulation du marché des viandes en général et surtout des viandes blanches بما انه لا توندونس راهي في الفياند بلونش. اذا ان طون كاسوسياسيون امان حنا رانا متخوفين من اولا من الصحه، من الجانب الصحي بما انه المرضى ويزيد. انا ما كاش واحد اللي يقدر يقول لي بلي لا اون ميتريز لا سونتي بوبليك وون في لا بريفونسيون والعدد نتاع المرضى وينقص. العدد نتاع المرضى في كل امراض في كل مرضى راه يزيد، في الكونسير يزيد، في الديابيت يزيد، لوبيزيتي، لي بروبليم كارديوفاسكولار هذو كامل يزيد. اذا اليوم السلطات المعنيه لازمها يعني كما يقولوا تستعرف انه كاين خلل، كاين ان ايشاك اي اون دوا aller vers des solutions efficaces, des vraies solutions. ما نروحوش aux solutions de bricolage. انا sincèrement moi je suis contre. Je suis association de consommateurs. J'aime bien le bien-être du consommateur. انا ماذا بيا الكونسوماتور يلقى الدجاج ب 20000 الكيلو، ولكن بما انه انا راني في موضع وين نخمم مع خبراء نتلمدوا نجمعوا نقولوا لا، من الاحسن الجزائري يقعد عام ولا عامين وياكل الدجاج غالي بصح ياكل دجاج مليح وياكل دجاج تاع بلادو ويخدم الاقتصاد تاع بلادو، لانه هذه تاع نابورت في كل مره اون اي با سور لا سيكوريتي سانيتير اي اون بليس اون انكوراج با. ماناش نشجعوا المنتجين المحليين باش يتاسسوا كشركات كبرى ويبداو يديروا انتاج اللي فيه الرقابه، انتاج اللي عنده هو دي فيتيرينير تاعو. بما انه في كل مره عليه خصنا الدجاج وحنا نامبورتيو، واحد اللي عنده اراده باه يدير استثمار في هذا الموضوع هذايا يخاف يقول لك لا، يقول لك بما انه انا من غدوه نصرف دراهم ونبني ومن بعد في الاخر بور ان بتي بروبليم دو ريان دو تو نروحوا نامبورتيو ومن بعد الدجاج تاعي ما نلقاش واش ندير به. هذا ايضا لازمنا نخمموا فيه. Il y a un manque apparemment il y a une absence ou un manque de laboratoire pour contrôler les viandes. صدق يعني وزاره التجاره عندها 36 مخبر نتاع الكاك راهم عبر القطر الوطني، ولكن للاسف الشديد البنايات كاينين، الموظفين كاينين، ولكن في بعض الاحيان ما كاش لي زابليكاسيون، ما كاش كونسومابل، ما كاش وبالتالي نقولها يعني بكل شجاعه خاطرات ما كاش الاتقان، ما كاش الضمير المهني، ما كاش لا كونسيونس بروفيسيونيل نخليو لي شوز يمشيو. وما سينو يعني كيقول لك كاين 36 مخبر في الحق pour 45 مليون دو كونسوماتور والشيء هذا يكفينا. المشكل ما راهوش في المخابر، المشكل راهو في مديريات الفلاحه في 58 ولايه، في مفتشيات الفلاحه اللي هما قاعدين في المكاتب وكأنه الفلاحه تندار في المكاتب. الفلاحه راهي تندار في الميدان، راهي تندار في الفيرمات، راهي تندار في المزارع، راهي تندار في الحقول، راهي تندار بقرب تاع الكوريات. انا مانيش فاهم. انا عندنا افيك اون ايماج ساتيليت نقدروا نلقاو كامل وين كان سيد ربي. وحنا قلنا قبل وزمان ديجا عندك اكثر من 5 سنين قلنا إلي تي طون دو باليزي، نروحوا ندير لي كوردون جي بي اس نتاع شاك برودكتور باش نلقاه نكليكي نلقاه ونروح لعنده وعنده اون فيش تكنيك نعرف هذا السيد فلان بن فلان اللي عنده لونغار تاعو فيه شحال مساحه، شحال راه يربي، وكيل سون لي بيريود دو سيكل تاع التربيه تاع الدجاج ديالو. ومن بعد نتبعوا نهار كي نبغي نروح لعنده مباشره نشوف الماكله اللي يجيبها، نشوف لو دوزاج نتاع لي برودوي فيتيرينير اللي يديرهم، نشوف لمنا ويبيع كيفاش يبيع، عنده الورق ما عندوش. يعني هذو كامل ماهمش صعاب. يعني لابوراتوار راهو بهذه الطريقه. يعني انا نقول سي بلوس ان انكادرمون
الرحمه. هذا المربي هذا المنتج هذا نرافقه اكثر من نراقبه. الرول دو فيتيرينير ثاني اللي امبورطون. لا مي حنا قلناها اليوم اون ايتي اتاكي يعني بار لي فيتيرينير كي قلنا بلي كاين لا كومبليسونس دي فيتيرينير كان في الكبش كان في البقري لا في الدجاج. اليوم حنا نقولها ونعاودها اليوم انا قلتها لهم في يعني نقولوا بلي سي دي فيتيرينير هما خطرات اللي راهم يبيعوا هاد لي برودوي هما اللي راهم يشجعوا يعني لو سور دوزاج باسكو سا لو في غاني دو لارجون. هما اللي راهم يديروا دي فوا دي سيرتيفيكات دو كومبليسونس بور لي شيبتال بور لو ترونسبورتي دون ولايه اون اوتر خاصه في العيد. مي نقول كيما دون تو لي دومين كاينين دي اركيتكت فيرو كاين دي نوتير فيرو كاين دي افوكا فيرو كاين دي فيتيرينير فيرو. مي وشنو كونت يساجي دو فيتيرينير البروبليم سي لا سونتي بوبليك. إلى الجانب الصحي والدور الرئيسي للطبيب البيطري في ضمان السلامة الغذائية، تأتي تصريحات رئيس الجمعية كنداء استغاثة موجه للجهات المختصة وزارتي الفلاحة والتجارة اللتين تتحملان مسؤولية العواقب الناجمة عن غياب الرقابة وانعدام التنظيم داخل هذا القطاع، هذا الأخير يحقق أرباحا طائلة على حساب الصحة العامة والخزينة العمومية. وجب التذكير بأن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لا يمكن تحقيقهما دون ضمان الأمن الصحي، وفي ظل الوضع الحالي فإن المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف يظل الضحية الرئيسية للفوضى التي تسود هذا القطاع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.